يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. ريح الغلا واسكاب وخور واحساس من بين الملا، والقلب شيد له قصور من فرحته زاد الولا. ريح الغلا واسكاب وخور واحساس من بين الملا، والقلب شيد له قصور من فرحته زاد الولا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. في داخلي حبن يثور نادى لكم أهلا هلا، شعري كتبته بالسطور شعر بقالي واعتلى. في داخلي حبن يثور نادى لكم أهلا هلا، شعري كتبته بالسطور شعر بقالي واعتلى. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. باقت غلا واجمل زهور ولا غيركم احد فلا، دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا. باقت غلا واجمل زهور ولا غيركم احد فلا، دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا، نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا. ريح الغلا واسكاب وخور واحساس من بين الملا، والقلب
والقلب شيد له قصور، من فرحته زاد الولا، ريح الغلا واسكى بخور، واحساس من بين الملا، والقلب شيد له قصور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أولاً أحمد الله عز وجل على ما يسر من إتمام هذا الزواج، وأشكر شكرا جزيلا كل من شرفنا بهذه الليلة وأتى، وسواء كان من الرياض أو من خارج الرياض، ويعني أعتبر هذا تشريف لنا في المقام الأول. فالشكر جزيلا مرة لكل فرد منكم صغيرا وكبيرا أن يقول، وأهلا وسهلا بكم بجميع الضيوف من زملاء عبد الخالق ومن أرحامنا، فهم ضيوف لكنهم أعتبرهم أيضا مضيفين معنا، فحياكم الله وحيا الجماعة جميعا، حياكم الله الأول والثاني ومرحبا بخير إذا نسيتم. أعواني من أول وجددناها، والله يجعل أيامنا وأيامكم فرح وسعادة. خلينا لا من الله ومن هذا الليل السعيد حبينا الوصول إلى طرفكم مباركين ومشاركين، نسأل الله أن يجمع بينهم بالخير المعرسين. هذا وصلى الله على رسول الله. الله يحييكم وحبابكم الأول والثاني، حياكم الله. ما جديد، كل الأعلام مخبورة عندكم والحمد لله، ما عاد فيها شيء خابي. قدر الله شاب بالرحم بينكم وبين الابن عبد الخالق، ونسأل الله أن يوفقهم ويبارك لهم ويجمع بينهم في خير، ومثلكم يعتز به الواحد يتشرف حقا يعني، فأسأل الله أن يوفق ويبارك يعني. هذا ما حبينا نرد في قولكم وفيكم بأمر الله عشاء بكرة، ونرجو أن لا تعتذروا يعني. الله يسلمكم كلنا بالحلال، الله يهديك. هذا الفرص ما تتكرر والله ما أحد مفاضي ولا أحد ولا كذب. نسأل الله أن يجمعنا بكم على خير إن شاء الله. لا تمنوا إن شاء الله. رغبة الجماعة كلهم والله. هذه رغبة الجماعة كلهم والله، ولا ودنا تعذروا. ونعم به والله، ونعم. احنا نسمع عنكم كل علم طيب والله، فيشرفنا أن تشرفونا بكرة عشاء إن شاء الله. الله يسلمكم ودائما شائع، كلنا مشكور وكلنا الله يهديك. كل اللي عندك وأنتم ما قصرتم في الله وجهكم، واللي فيكم مخبور، واعتبر أن جينا وحضرنا عشاكم الليلة من رحيبكم، لكن الجماعة لكم عليه ما قصرتم بيض الله وجهكم. العقيد عايض أو العميد بالأحرى الله يوفقه، عزمه صادق وعزيمته في محله، لكن لكم عزيمة عندي خاصة قبل عزيمة الجماعة، ويعني هذه مناسبة عامة، لكن أنتم لكم عزيمة خاصة، ثم بعد ذلك الجماعة زي ما عد العميد عايض الله يوفقه، ولا نعذركم يلا صلوا على محمد. اللهم صل عليك يا رسول الله. ابو فهد رد عليكم وانا بخدمه في الرد الثاني. اولا انتم معروفين واللي فيكم مخبور قبل اليوم، ولو ما شهدنا لكم حنا نشهد لكم غيرنا، وافين وكاملين ولا يلحقنا بكم مثقال ذره من الشك. اما بالنسبه للظروف الاخوان في هذا الاجازه اللي تنتهي بعد بكره، والله مثل ما عندكم عندنا، إنها عزايم وإنها زواجات ومسافرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في الدنيا وفي الآخرة. أنتم وافين، ورحيمنا أيضا الخاص وافي، لكن الوقت الراهن والله لا نحن وأنا متأكد أنتم كذلك ما في ليلة من الليالي إلا في ارتباطات. والله إن جاينا بعضنا من زواج الآن مروا خذوا لهم وقفة حتى دقيقتين واعتذروا منهم وجوا معانا، فإنما هو نرجو المعذرة في هذا الوقت الراهن. أما بالنسبة للرحيم الخصاص فالأيام جاية ومتلاحقين على خير، وإن شاء الله هذا أول الخير وأول العلم الغانم، ونحن متخالفين إن شاء الله. أما بالوقت الراهن والله الجميع كلهم يعتذرون في حكم الارتباطات المسبقة، وصلى الله على محمد. والله ما هو هدفنا عشان نكلمكم فأنتم أهل القرى، لكن الهدف تعارف
ما عاد الإنسان أولا نحيي إخواننا القادمين من زهران وإخوان المهندسين، ونقول لهم أسأل الله أن يكتب أجوركم في جيتكم في قدومكم إلى هذا العرس. ونثني أيضا بحضور الشباب أيضا اللي قادمين من برا القبيل وأيضا من غير أخوان المهندسين، وأسأل الله يكتب أجرهم. ومن كان أيضا نبارك لمن قد تزوج سابقا من أقاربنا ومن أخواننا، ومن قد تزوجوا أسأل الله أن يتمم عليهم خير ويتمم أمورهم. ومن لم يتزوج أسأل الله أن ييسر بنت الحلال التي تكون لها عونا على طاعة الله. ونشكر صحيفة حوالة التي قامت بالإخراج والمونتاج وأشرفت على العرس كاملا. نبينا نسأل الله التيسير وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذه ليلة سعيدة وليلة فرح بزواج ابننا عبد الخالق بن أحمد بن فاضل من كريمة الشيخ ورم الله الزهراني رحمه الله. وفي هذه الليلة السعيدة يسرني حقيقة أن أتحدث مع صحيفة حوالة التي أصبحت حقيقة علم أصبح يشار إليه بالبنان. ونشكر شكرا جزيلا من القلب عبد الله بن سويد وكل من يقف وراء هذه الصحيفة. قد لا يعني أعرفهم جميعا فحتى لا أهضم حقهم أرجو أن ينقل تحياتي لكل فرد يتعاون معه في هذه الصحيفة. فقد والله نقلتنا نقلة نوعية لقبيلة حوالة أصبحت يعني علم للجميع، وأصبحت تعارف لأبناء القبيلة وهمزة وصل بينهم، تواسي المحتاج، تقف مع في كل فرح، تنقل الأخبار أولا بأول لمن وراء هذه الشاشة. فأنا أول من استفاد حقيقة من هذه الصحيفة، ويعني ما أدري الشكر يعجز عن والكلمات تعجز عن مثل هذا العمل. جبار حقيقة، ونقول والله جبار. ثم أشكر أرحامنا الذين شرفونا بالحضور، وأشكر جماعتي جميع كل فرد شرفني بها بالحضور في هذه الليلة. وأعتذر عن كل من لم يحضر في هذه الليلة. أعرف وأجزم أنه لم يتخلف عن الحضور إلا لعذر قاهر، وإلا كان شرفنا بالوقوف أمام ضيوفنا من وأرحامنا من زهران. فأشكر الجميع وأكرر شكري لكل من حضر وكل من ساهم وكل بالكلمة وبالحضور وبالوقوف معنا. هذا ما أحببت أن يعني أجعله في هذه الصحيفة الغراء. وأشكر شكرا جزيلا مكررا الأستاذ سعيد ومن يقف معه، والسلام عليكم. نتشرف بانسبانا من قبيلة غامد وزهران وغامد، من أكثر القبائل المعروفة في الجنوب، وصلة اللحم والدم والقرابة بين القبيلتين. ونعتز بقبيلة غامد، وحنا طول عمرك من قبيلة زهران. ونتشرف بهذه الصحيفة، صحيفة حوالة والقائمين عليها. وندعوكم لزيارة متحف قبائل زهران في مدينة الرياض. والله نسأل الله أن يوفقهم إن شاء الله، يبارك لهم وعليهم ويجمعهم بخير إن شاء الله. وبالنسبة للصحيفة نتمنى لها التوفيق والتقدم والأمام إن شاء الله. أولا ألف مبروك للعريس والعروس، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير إن شاء الله. ونشكر صحيفة حوالة على التواصل الغير مسبوق صراحة اللي ربط بين أهل المنطقة هناك في الديرة والمتواجدين خارج المنطقة. أولا الحقيقة فرصة طيبة أن نحضر من العريس ونبارك له وللعروس، ونسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله أن يجمع بينهم في خير. الشيء الثاني نشكر الحقيقة الصحيفة على ما تقدمه لأهالي قبيلة حوالة من معلومات يعني باستمرار وكذا. واحنا حقيقة يعني ندعم هذه الصحيفة ونشكر القائمين عليها جميعا إن شاء الله. شكرا. أن يبارك العريس
ويرزق بالذرية الصالحة ويوفقهم إن شاء الله ويوفقنا بينها. وأشكر صاحبة حوالة على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة، وأقول للعريس عبد الخالق بن أحمد بن فاضل بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والله يرزق الذرية الصالحة وعقبال المصور إن شاء الله وعقبال أخوكم المسلمين أجمعين. بينهم في خير ويجعلهم إن شاء الله من أهل الخير وأهل البركة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كلمتي للعريس أسأل الله أن يبارك لهم وعليهم وأن يجمع بينهم في خير وأن يوفقهم في زواجهم هذا. أما فيما يتعلق بالصحيفة فالحقيقة أن الواحد يعجز عن شكر هذه الصحيفة لما تقوم به من عمل خير طيب جعلت التواصل مستمر بين أبناء القبيلة، لا إذا في الأفراح وحتى في الأحزان تنقل لنا أخبار المرضى حتى نتمكن من زيارتهم. فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها ونشد على أيديهم وإلى الأمام. وأيضا إحنا عندنا استعداد بالمساهمة بما يعني يوجهون به القائمين على هذه الصحيفة إن كان ماديا أو معنويا. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبارك العريس ووالد العريس بالرفاه والبنين وأتمنى لهم حياة سعيدة وفي مقبل الأيام بإذن الله. فيما يتعلق بصحيفة حوالة طبيعي نتمنى لها كذلك التوفيق ونتمنى لها مزيدا من الازدهار وأتمنى مزيد كذلك من الشفافية وإظهار العقول الموجودة بين أبناء هذه القبيلة لإظهارهم وإبرازهم على حيز الوجود، بصفة أن هذه الصحيفة يفترض أن لا تنحاز لجهة عن جهة أو أناس عن أناس آخرين، فيفترض كذلك أن تكون عامة وشاملة للجميع كافة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. بالنسبة لهذا الزواج الله يجعله زواج مبروك والله يبارك لهم ويبارك عليهم، وأسأل الله أن يجعلهم في أبرك حزة اللافي والمستلفي ويبارك فيهم. وفي الحقيقة نسرنا هذا كثير. بالنسبة للأرحام هذول الله يحييهم إن شاء الله وسلامتك إن شاء الله. نسأل الله أنه يبارك لهم جميعا وأنه يأخذ بأيديهم إن شاء الله ويجعلهم إن شاء الله ويجعل ذريتهم الصالحين إن شاء الله. حبينا أن نشارك هذه الليلة في أفراح الأخ عبد الخالق، والحقيقة الوقوف مع الجماعة شرف صراحة ولا لنا عذر، وهذا اللي حبينا نقوله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فرصة اليوم سعيدة أن نشارك الأخ عبد الخالق في الليلة الجميلة اللي فعلا يعني يتمناها كل شاب، فنسأل الله أن يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهم في خير ويتجدد ويتواصل ويستمر الشكر لصحيفة اليوم وحوالة اليوم وعلى رأسها حبيبنا مساعد على التغطيات المستمرة والمتابعة الحثيثة، فلهم منا كل الشكر والتقدير فيما يخدم فعلا المصلحة العامة بشكل عام والقبيلة بشكل خاص. فنسأل الله أن يكتب أجرهم أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أولا يا أخي أحني الأخ عبد الخالق أن أسأل الله أن يبارك لهم وعليهم ويجمع بينهما في خير. أما بالنسبة لصحيفة حال فأنا أحيي المنسوبين منها الأخ مساعد عثمان والذين معه، فلهم منا كل الاحترام والشكر والتقدير. صلى الله على نبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك لعبد الخالق في الزواج ونسأل الله لكم التوفيق ونشكر لكم على جهودكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد نبارك للأخ عبد الخالق ونقول بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، وأسأل الله أن يوفقهما جميعا الحياة الزوجية. وثانيا نرحب بقبيلتي حوالة وزهران، ومرحبا حيا هلا حياكم الله. أولا أبارك للعريس وعبد الخالق وأقول ألف مبروك كما قال الرسول اللهم صل وسلم عليه، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير. ثانيا أشكر صحيفة حوالة
وبالأخص مساعد عثمان وعبد الله السويد. اولا نبارك لاخونا عبد الخالق بالزواج. كرمك الله حبيبي. نبارك لاخونا عبد الخالق بزواجه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينهما في خير، وان يجعلها زيجة مباركه. وكما اشكر للاخوان في صحيفه حواله على جهدهم المشكور والمبذول في الصحيفه وزياده الوعي في الجماعه، اسال الله سبحانه وتعالى يكتبه في ميزان حسناتهم ويشكر سعيهم ويوفقهم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أول شيء أبارك لأخوي عبد الخالق وأقول له ألف مبروك إن شاء الله، والله يجعل إن شاء الله أيامه كلها فرح وسعادة وأقبال إن شاء الله بإذن الله أخوانه، ونشكر صحيفة حوالة على تواجدها وتغطيتها لهالمناسبة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقول للعريس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أسأل الله لك التوفيق في الدنيا والآخرة، ويشهد الله أن تشرفنا بحضور زواجك أخي عبد الخالق، وندعو لك بالتوفيق والسداد. وأيضا أشكر موقع صحيفة حواله وعلى رأسهم الأستاذ مساعد لإتاحة هذه الفرصة لي بالمشاركة بالتبريك لأخي عبد الخالق، ونسأل الله له التوفيق. بهذا المناسبة أشكرك يا أخ مساعد على هذه اللقاء، كما أشكر صحيفة حواله ممثلة فيك وفي الأخوان، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو يوفقكم. وكما نشكر العريس عبد الخالق، وأسأل الله أن يوفقه ويجمع بينهما على خير وعقبال الذرية الصالحة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نبارك للعريس وأسأل الله له التوفيق إن شاء الله، كما أشكر الصحيفة التي غطت كل الأشياء كل التمييز لها تقدم، وتأمل لها التوفيق إن شاء الله، ومن حسن لا أحسن إن شاء الله. وأشكر إن شاء الله ويكتب له السعادة في حياته العملية والحياة الفعلية إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. عبد الخالق على زواجه، نتمنى له حياة سعيدة إن شاء الله في حياته في زواجه وفي حياته العملية بإذن الله. السلام عليكم. نتمنى للأخ عبد الخالق دوام التوفيق، والله يسدد لهم ويجمع بينهم بالخير، وسرنا الحضور والتشريف، ونعم الله عليهم وأدام الله عليهم بالأفراح والمسرات. الصلاة والسلام على رسول الله. أولا أبارك الأخ عبد الخالق وعلى زواجه، وبارك لهما الله وجمع الله بينهما على خير. وثانيا نشكر صحيفة حواله على التصوير وعلى كل ما بذل منه. وبارك لحبيبي وأخي عبد الخالق الحوالي، وأسأل الله أن يبارك له في زواجه يجمعهم على خير بإذن الله. بالنسبة لصحيفة حواله وعلى رأسهم عبد الله السويد وأخي وحبيبي مساعد عثمان، فأقول لكم أنتم شباب مبدعون متميزون متألقون، وأسأل الله أن يوفقكم وإلى ألف مبروك للعريس عبد الخالق، ونتمنى له السعادة والحياة، ونشكر صحيفة حواله على ما قدمت من جهود جبارة، وأتمنى لكم التوفيق والسعادة، وألف مبروك للعريس والوالد. أتمنى للعريس السعادة والتوفيق، وأشكر صحيفة حواله على جهودها، وأشكر مساعد العريس عبد الحالق. العريسين أتمنى لهم التوفيق والحياة السعيدة، وأشكر صحيفة حواله. مبروك للعريس عبد الخالق.